السلام عليكم. صباح الخير على السادة المزارعين. في عندنا في بنجر السكر 3 مشاكل حاليا الناس بتعاني منها. المشكلة الأولى وهي التبقع السيركوسبوري أو ما يسميه المزارعين بالندوة، وده علاجها 3 مركبات. طبعا ما تخفاش على أحد منكم، في ناس كتير عارفة منهم منتجات. المركب الأول هو مركب فانجو 100 جرام للفدان، والمركب ده مميزاته كمان إن هو بيكافح التبقع السيركوسبوري، ان هو بيرفع المناعه الجهازيه لدى النبات، وبيحسن من الكربوهيدرات في الاوراق، وبيخلي النبات يقدر يمتص اكبر كميه من النيتروجين من التربه. رقم 2 وهو مركب ليدر 400 سم للفدان، والمركب ده ايضا بيشتغل معاك على اعفان الجذور، وبيشتغل معاك ايضا على التبقع السيركوسبوري. رقم 3 هو مركب كومباينكس بمعدل 200 جرام للفدان، وايضا شغال تبقع سيركوسبوري واعفان جذور. رقم 4 والمركب ده اعتقد ناس كتيره جدا عارفاه، هو مركب منطورو 200 سم للفدان. بعد كده نخش المشكله الثانيه، الا وهي مشكله الديدان. الديدان الموجوده لازم ترش مبيد قوي، مش اي مبيد والسلام. فانا برجح لك مبيد مع منع انسلاخ. المبيد فلاكس 105 سم للفدان زائد 80 سم كاستيلو او 160 سم سايمكس للفدان، هتاخد نتيجه محترمه جدا. والرشه ديت هتطول معاك المده انك تكافح الحشرات فيما بعد. يعني الرشه دي من مميزاتها ان هي هتقضي على الديدان رقم 1، وان هي هتطول معاك مده الرش. بعد كده المشكله الثالثه وهي عفن القلب الاجوف في محصول بنجر السكر، او ما يسميه المزارعين بالقلب الميت، او ممكن المزارعين بتقول لك البنجرايه مخوخه. المشكله ديت السبب فيها نقص عنصر الكالسيوم والبورون، وهما الاثنين متحدين مع بعض. طب انا لو عايز احمي نفسي من هذه المشكله، او اقي نفسي او اقي زرعي او اقي مزرعتي من هذه المشكله، ارش ايه؟ من افضل المركبات اللي ترشها لمحصول بنجر السكر وهو مركب نوترو بيور 300 جرام للفدان. بشتغل بيه بدايه من 60 ل 80 لحد 110 يوم، مفيش مشاكل خالص. المركب ده عباره عن خليط من العناصر الصغرى، وبيحتوي على نيتروجين، وايضا بيحتوي على عنصر البورون. مركب محترم وهيدي معاك نتائج فوق الممتازه. بعد كده المركب الثالث او المركب الثاني وهو مركب باسفوليار كومبستيب. ببدا ارشه بدايه من 75 يوم لحد 90 يوم 100 يوم، مفيش ادنى مشكله خالص. على الاقل رشتين لمحصول بنجر السكر. يعني هنرش 3 رشات من نوترو بيور ورشتين من الباسفوليار كومبستيب. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي، وان شاء الله تبقى المحصول كويس ويبقى سعره كويس. وكل سنه وحضراتكم طيبين.